وحفيده رمسيس الثالث، كل دول كانوا في خبيئة الدير البحري. عبقرية شادي عبد السلام يا شقيق مش انه بيحكي لك عن اكتشاف الاثري العظيم ده بلغة سينمائية، لا، عبقريته الحقيقية انه كان طول الوقت بيكلمك انت عن حضارة اجدادك. كان دايما عاوزك تعرف عن اجدادك وعن قيمة تاريخك وحضارتك، وان ازاي مهم تحتفظ بيه وتصونه. وكأن شادي عبد السلام كان عارف ان هيجي وقت وفي ناس هتبقى عاملة زي ونيس مش عارفة تبلغ عن الخبيئة ولا ما تبلغش، وايه هي قيمة الخبيئة اللي مديها لها كل الغموض والأهمية دي، او يفضل واقع ما بين حيرة انه يعيش الحاضر بتاعه او يبيع ماضيه زي اعمام ونيس والست مرممة الآثار اللي باعت الاسورة، او يبقى باصص على المستقبل زي الافندي احمد كمال، او زي الناس اللي ساهموا دلوقتي في نقل 2 مليون قطعة اثرية في المتحف الكبير. فيلم المومياء يا شقيق العالم كله اتكلم عنه وعن اهميته، وخد جوائز في معظم المهرجانات العالمية، واتصنف من اهم 50 فيلم في العالم، وهو من افضل 100 فيلم في السينما المصرية. والمخرج العالمي مارتن سكورسيزي لما اتطلب منه يختار الافلام المهمة في السينما العالمية عشان تترمم ويتحافظ عليها، كان فيلم المومياء من ضمنهم. وكأن شادي عبد السلام فيلمه بيتحول هو كمان بردية زي اللي وقعت في ايد ماسبيرو في اول الفيلم، بردية بترشد كل شاب مصري بيعيش على الارض دي انه يعرف عن اثار بلده واهميتها، وبترشد العالم كله عن اهمية وقيمة الحضارة الفرعونية الكبيرة. وعشان كده كان مهم عند شادي عبد السلام ان قطعته الاثرية تفضل خالدة لكل الأجيال اللي بعده، فبيخلي لغة الحوار بتاعت الفيلم تبقى اللغة العربية الفصحى اللي عمرها ما بتتغير مهما عدى سنين ومرت أجيال، عكس اللهجة اللي بتتغير مع كل جيل، وكل جيل بيبقى ليه لغة العصر بتاعه. وتفتكر يا شقيق في آثار تاني احنا لسه ما شفناهاش، أو في خبيئة بقيمة خبيئة الدير البحري لسه موجودة ما نعرفش عنها حاجة؟ وهل أمثال عيلة عبد الرسول أو قبيلة الحروبات أو حتى الست اللي سرقت الأسورة هيفضلوا مستمرين في استباحهم لحضارتنا أو للأموات اللي هم بالنسبة لهم مجرد أموات؟ عشان تفهم تأكيد شادي عبد السلام للرسالة دي هي نهاية الفيلم اللي بتشوف فيها خروج المومياوات في حراسة مشددة من قبل الأفندية والشرطة، وبتشوف القبيلة كلها وهي بتودع الأموات اللي كانوا مصدر قوته طول الفترة اللي فاتت، وبتشوف ونيس وهو مخنوق ومتكتف ومحتار ما بين انه عمل الصح ولا خان سر قبيلته، ما بين هو باع انهي ماضي فيهم، ماضي قبيلته ولا ماضي حضارته اللي اكبر من اي قبيلة. وفي الاخر بيكتب لك شادي عبد السلام تكملة البردية اللي بدأ بيها الفيلم: انهض فلن تفنى.